عندك شوية توهان في حياتك كده، مش عارف انت عاوز ايه او عاوز توصل لايه، سواء انت في الكلية او في الحياة المهنية، نفسك توصل لحاجة بس الدنيا ملخبطة معاك. اول حاجة لازم تستعين بالله واشتغل باهم 4 خطوات. رقم 1، لازم يكون عندك صورة نهائية موجودة جوه ذهنك. انا وانا مغمض عينيا كده، في صورة أنا شايف نفسي في حتة معينة، ودي في خيالي دايما وملازماني. بس أنا لما ببص للواقع بقول طب أنا إزاي هوصل للنقطة دي، مع إن الواقع بيقول عكس ده. ركز على الصورة، ما تركزش على الواقع، لأن الصورة دي مش موجودة صدفة في ذهنك، دي موجودة بقصد جوه ذهنك. فابدأ ركز على الصورة دي عشان تبدأ توصل لها. رقم 2، وانت في رحلتك لازم يكون معاك شنطة امكانياتك، قدراتك. ايه نقاط القوة اللي عندي اللي هتساعدني ان انا اوصل لهدفي، وايه نقاط الضعف اللي هتعمل لي عطل وتخليني اعطل ويحصل لي عطل في حياتي في رحلتي. فلازم اكون ملم بنقاط القوة ونقاط الضعف اللي عندي. رقم 3، ابحث عن شغفك، الحاجة اللي انت بتحبها، الحاجة اللي بتعملها بتاخد فيها وقت ومش حاسس ولا بوقت ولا حاسس بجهد فيها. الشغف هيولد عندك طاقة ويخليك دايما متحمس ان انت تشتغل. رقم 4، التجارب، لازم اجرب. انا جاي الحياة اجرب عشان اتعلم، عشان اوصل للي انا عاوزه. فابدأ اشتغل اي حاجة تبع قيمك مش عكس قيمك، اشتغل فيها حاجة بتحبها. كل ما انا جربت حاجة هتلاقي نفسك بتتعلم وبتوصل للخطوة اللي بعدها، وهتوصل للي انت حاطه جوه ذهنك.